بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة ان شاء الله الرز بالشعرية بإذن الله تعالى. اول حاجة طبعا حطينا معلقة سمنة، اي مادة دهنية عندكم، زيت، سمنة، زيت وسمنة، زبدة وزيت، زبدة وسمنة، اللي يريحكم. ماشي. كل كوباية رز مصري بتاخد نص كوباية شعرية. طبعا الشعرية بتتحمر بسرعة، يعني اللي يبدأ فيها كده ما يسيبهاش على النار عشان بتتحمر بسرعة. طبعا طبق الرز بالشعرية لمحبي الرز بالشعرية، في ناس كتيرة جدا بتحب الرز بالشعرية. اتحمرت معانا الشعرية. دلوقتي نحط الرز زي ما اتفقنا. كل كوباية رز مصري، طبعا الانواع الرز بتختلف. الرز المصري كل كوباية بتاخد نص كوباية شعرية، وتاخد كوباية تقريبا او كوباية وربع مية او شوربة. انا النهاردة هعملها كده بالمية اللي متوفر عندنا، ممكن مية، ممكن شوربة، اي حاجة. طبعا نقلبها كده كويس عشان كله يمتزج مع بعض وكله يتشرب المادة الدهنية. بعد كده نحط المية. طبعا انا مش بعاير، بصوا يعني يكون الميه اعلى من الرز بحوالي كده عقله صباع. ماشي. بعد كده نحط الملح زي ما قلنا بقى. عايزين تحطوا مرقه، عايزين تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها. نسيبه يغلي بقى كده شويه وبعدين نوطي عليه. ودلوقتي كده نوطي عليه ونخليه زي الشمع كده ونسيبه بقى تلت ساعة يستوي. كده بعد تلت ساعة الرز كده استوى بقى زي الفل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وبألف هنا وشفا ان شاء الله.